عايزك تشوف الناس الجميلة دي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوعدنا أنا وكل مشتاق بزيارة بيت الله الحرام وزيارة سيدنا النبي، أنا وكل من قال أمين يا رب العالمين، يا رب العالمين يوعدنا يا رب. ناس بسيطة جدا، ممكن بعض الناس تلاقيهم يحتقروا حد زي كده، حد صغير، حد شفت فيديوهات من دي كتير. لكن الحكاية مش بالكيلو ولا فلان طويل ولا فلان عريض. خيركم عند الله أتقاكم، أو الأفضل عند ربنا، أفضل حد هو تقي، عنده تقوى قايم على الطاعة. سبحان الله العظيم. ممكن تلاقي حد بسيط صغير كده، أو سبحان الله العظيم يعني مش طول بعرض، لكن له منزلة عظيمة جدا عند ربنا عز وجل. سبحان الله العظيم. فأوعى في يوم من الأيام تحتقرن حد. فلان ده صغير، فلان ده ربنا مش هيتقبل منه، وانت شكلك عامل لي كده. صح، اتكلمت قبل كده. الصحابي الجميل عبد الله بن مسعود طلع النخلة أو الشجرة فساقه بانت رفيعة، فالصحابة ضحكوا. فقال النبي إنها عند الله أثقل من جبل أحد. الله أكبر. مش بالمنظر، مش فلان ده 200 كيلو 150 كيلو طوله مترين هيخش لا لا لا، مش كده أبدا، والله العظيم. ربنا يجعلنا من أهل الجنة يا ربنا وكل من قال آمين. فالجنة غالية، احنا مش ملائكة ولا أنبياء، وقلت ده كتير وهقوله تاني وتالت، ومش معصومين من خطأ. نجاهد أنفسنا قدر الإمكان ونعمل اللي علينا قدر الإمكان، نصلي الصلاة المكتوبة ونحاول نجاهد في طاعات، نسبح شوية، نستغفر شوية، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوية. نكثر من الدعاء، ربنا عز وجل يحب العبد له. واحد يقول لك أنا بدعي ربنا مش استجاب، لا، ربنا مجيب قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعا، أقرب إلينا من حبل الوريد. فاوعى في يوم من الايام تحتقرن حد، اوعى في يوم من الايام تقلل من شأن حد. اصل فلان ده شكله عامل ازاي، اصل فلان ده قصير، فاهمني؟ في ناس كده والله العظيم عيشتها كلها انها تتمسخر على الناس. اصل فلان ده مش عارف ايه. عدل من نفسك. كان في قصه والله العظيم ممكن يبقى مليانين عيوب مش واخدين بالنا. الانسان يصحح من نفسه، اصحح الاخطاء اللي فيه، وبعد كده اعدل على الناس، انصح الناس. مفيش حد خالي من الاخطاء ولا العيوب ابدا، حاشا لله. وانا اولكم. كان في واحد نقل لبيت جديد، صلي على سيدنا النبي، شارك الفيديو ساكت ليه؟ احنا عايزين نحب بعض في الله كده عشان نتقابل عند ربنا في الجنه ان شاء الله يا رب. ناس نقلوا في بيت جديد، هو واحد وزوجته، فكل يوم يطلعوا يفطروا، ففي نافذه زجاج، كان شباك جزاز وجنبهم جيران وبتاع، فايه بيفطروا كل يوم كده ايه، في الصاله او في حته كده. المهم يعني بتبص بره يشوفوا الجيران ويشوفوا الناس اللي حواليها. فالزوجه بصت كده وهم بيفطروا، فبتقول لجوزها شوف الست اللي ناشره قصادنا الغسيل، الغسيل متسخ وشكلها مش عارفه، او الغسيل المسحوق رخيص. كل يوم تتكرر وكل يوم تقول نفس الجمله. اجت في يوم من الايام اتفاجئت ان الغسيل ما شاء الله منور والدنيا حلوه ونظافه. قالت اخيرا الست دي اتعلمت النظافه وجابت مسحوق غالي. فجوزها ابتسم كده، صلى على النبي، فقال الحكايه لا فيها مسحوق ولا فيها نظافه ولا حاجه. الحكايه ان النافذه الزجاج او الشباك بتاعنا متسخ. قمت النهارده الصبح قبل ما انت تقومي